يا هلا ومرحبا فيكم فيديو جديد. أنا نور شام من قناة بيها بي ان اس. بهالفيديو رح ساوي أكلة من المغرب العربي، هي اسمها غراتان البطاطا. فأول مرة رح ساويها، وهذا الفيديو مشترك مع قناة سحر، هي حتساوي متبل وأنا حساوي هاي الأكلة. وخلونا نبدأ. فهي صاروا معي المكونات كلها جاهزة: 4 حبات بطاطا قطعتهم، حطيت عليهم ملح وفلفل، جبنة عادية أي نوع بدكم إياها، حطيت جبنتين فبدي أحط الاثنين، و4 ملاعق طحين، و4 ملاعق زبدة، وموزاريلا، جبنة موزاريلا، وملح وفلفل وزعتر أخضر وماجي، وآخر شغلة اللي هي الحليب. وبس خلونا نبدأ. أول شغلة عملتها اللي هي دوبت السمنة، وبعدين ضفت الطحين وصرت خلطهم سوا. وبس صار عندي الخليط بهالشكل، صرت ضيف الحليب شوي شوي. 4 كاسات حليب هو بده، فلازم نضيفوا الحليب وتضلوا تخلطوا لحتى يزبط عنا. وبس حسيته زبط، ضفت عليه الملح والفلفل والزعتر الأخضر والماجي والجبنة، وهيك طلع الخليط آخر شي. وجبت الصينية اللي بتحطهم فيها، وأول طبقة حطيتها اللي هي طبقة الخليط، وبعدين طبقة بطاطا، وكمان هيك يعني بنضل طبقة بطاطا وطبقة خليط لحتى تخلص عنا الكمية. وإذا بدكم تقدروا تحطوا بالنص جبنة موزاريلا، وأهم شي على الوش. وبس تخلصوا يعني تخلص الكمية عندكم، بتغلفوهم بالقصدير وبتحطوهم بالفرن تقريبا لمدة ساعة. هاي شكلها من بعد ما طلعت من الفرن، عن جد طلع طعمها كتير كتير طيب، بس طلعت مريئة. بس إن شاء الله رح ساويها مرة تانية. وبس. فهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. هلا ان شاء الله هي رح نتغداها لان عن جد طيبة. وبس والله شكرا كتير لكم، وبحبكم كتير، وسلام.